السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فرق بين إنك تكون داعية تدعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى وهمك إنغاز الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهمك دعوة الناس بالتي هي أحسن، وبين إنك تكون داير تظهر وتبرز نفسك وتنتقص من قدر الآخرين، فشتان بين هذا وذاك. نستمع لهذه المقاطع ثم نعلق عليها. جوا نخرتك تمش، وجوا اذانك تمش، وجوا خشمك تخد جوا كذي. دي اسمها شطه واللي بريك فضه. انت فاهم الحاصل؟ حاره شديده، الشغل ده حار شديد. النفرين عمك ده مستحضر زي المرأة المطلقه. ده الاول. الثاني ده قاعد في نص البصل زي لقشه داك بجنبه. شفت كيف؟ عشان اوريك الحاصل. النازل يا بكوركو كذي. نحن البلد دي شفت بنجي وذاك بيغاي على بصوفي ذاك زي الكونتاك قاعد برضه بكورك. شايف الحاصل؟ جماعة الشغالين بيجاي ده هسي عمك كلبين بحده. تلقى سبب ضلاله شنو؟ سبب ضلاله الريالات. هو لو اشتغل شال حطب، فهمت؟ او جانا هناك في السجانه نشغله على التالي ولا غيره، كان خير له. كان خير لك مما تباري لك ناس يشتغلوك بالقروش، فهمت؟ الريموت كنترول يقول لك تعال يا حمد صبر، تعال يلا امشي اجيب بيجاي شوت الجماعه دي، وانت اجيب بيجاي يا زول دي بقروش. وهسي دي انت لو عندك بيت انا بخطيبها قدام النازل، رايك شنو؟ انا ذات الايام دي مسخن، عرفت كلامي؟ عرفت كلامي؟ وذاك الاخضر ده جاي يجدع. والله ماركس ما قال، انما قال السالين كلهم فشل. ماركس والسالين. ما رايت هذا المثل ينطبق على احد كما ينطبق على ذلك الدجال القصير. والله جد شفت بني ادم زي ده انطبق فوق المثل. انا اصله ما لا قال. والله تديه 200 جنيه تلقاه بعين لك كده، تديه مليون جنيه البنزين شنو والشيء شنو وكلام فارغ ساكت. انتوا اثنين صح وده معاكم صح، كلكم تعالوا انا بجغمكم شط باذن الله عز وجل، ونقعد زباله تحت الجزمه دي. انت كلامك تحت الجزمه دي. افهم الكلام ده كويس؟ افهم الليله اي فاهم يا شيوع انا بكمله معاك، احطه معاك قرض. انت فاهم الكلمه دي ولا ما فاهم؟ والله الليله اجغمك انت والشي شايله ده شط. اصبر بس. ماذا قال افلاطون سجمان زيك. افلاطون بتاع شنو؟ انتوا اثنين صح وده معاكم صح، كلكم تعالوا انا بجغمكم شط باذن الله عز وجل. لعلكم سمعتم هذه السخرية وهذا الانتقاص للآخرين، وأنا ما أعرف ديل دعاة ولا ممثلين ولا مهرجين، لأن أساسا الدعوة ما فيها مثل هذه الأساليب، ما فيها سخرية. والكلام ده ما كلامي أنا، ده كلام العلماء الكبار. زي ما مزمل بيقول لكم اسمعوا للعلماء الكبار، تعالوا إن شاء الله الآن نسمع لواحد من العلماء الكبار ثم نعلق إن شاء الله. فإن الاستخفاف بالمسلمين عموما لا يجوز، وهو تنقيص قدرهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالمسلم له حرمة لا يجوز انتقاصها، وإذا كان ذلك لأهل الفضل فهو أشد. إذا كان هذا الانتقاص لأهل الفضل من المسلمين كالعلماء والصالحين فإن الإثم أشد. والله نحن بعد كلام الشيخ الفوزان ما عندنا كلام. فدي عبارة عن مهرجين وممثلين ما دعاء. ده ما أسلوب دعوي، وده ما أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم في الدعوة. يا أخي شنو يعني؟ دي أساليب دي؟ الدعوة دي حارة وشطة واللي بريك فضة، وعمك قاعد زي لاقى شيء في شوال البصل، واحد قاعد زي المرأة المطلقة. يا أخي هذه سخرية واستخفاف يا أخي. ده ما أسلوب بتاع دعوة يا أخي. يا أخي شوية خليكم عندكم أسلوب مع الناس عشان الناس تتقبل دعوتكم. انتوا كده حتكونوا منفرين، ما بتكونوا دعاة. شوفوا المشايخ ديل، شوفوا المشايخ ديل اسلوبهم كيف. دكتور خالد عبد اللطيف ودكتور حسن الهواري وغيرهم من المشايخ. أدب، أخلاق،
ديل والله يتكلموا في أي محل الناس تقبل دعوتهم، في أي محل يتكلموا في التوحيد، يتكلموا في الشرك، ينبذوا الشرك، في أي مكان الناس تقبل دعوتهم، لأن الناس عندهم علم مش تمثيل وضحك وتقيفوا وتضحكوا الناس. فمعظم الناس اللي قاعدين دول والله بس داير يضحكوا فيكم، ما تفتكروا انه اتباعكم ولا كده. شوفوا مشاهداتكم الان في اليوتيوب قلت والله. في ناس بيعملوا مقاطع فيديو والله دعاة، والله انتوا ربع ما تحصلوا. ليه؟ لانه خلاص الناس عرفوكم جنجويد، وعرفوكم تابعين للجنجويد، وعرفوكم ناس مستهبلين ما عندكم علاقه بالدعوه. يا اخي توبوا، يا اخي توبوا من اللي بتعمل فوقه يا مزمل ويا ابو بكر يا شاب عوض ويا احمد البدوي ويا ابراهيم العزيبه، اللي بتعملوا فوقه توبوا منه يا اخي. الله يهدينا ويهديكم ان شاء الله. قولوا امين.